ما تقوليش ان اللي حصل النهارده عادي. هو شيء غير عادي، هو سحر، هو عمل، هو اي حاجه، انما ما تقوليش ان دي كوره. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. دقيقه زياده فوق الوقت اللي بدل الضايع علشان الاهلي يجيب الجول. مش ان الحكم قاصد، مش ان الحكم عايز، انما الكون عايز، البشريه عايزه. اسوأ فريق كان بيلعب النهارده النادي الاهلي، كان بيلعب لعب سيء جدا. انت عايز تقول لي انه الاهلي يستحق ان يفوز اليوم؟ بس انا جوايا والله انا كنت بتفرج على الماتش جوه، واقف خلاص الماتش خلص، الدنيا انتهت، وهقول الف مبروك والعداله تحققت في الاستاد، وفجاه كالعاده شربناها ساده. معقوله يا جماعه الكلام ده؟ قول لي في نادي في العالم بيجرى له كده؟ نعرف ريال مدريد، نعرف برشلونه، نعرف ليفربول. قول لي في برنامج في العالم، في نادي في العالم بيجرى له الكلام ده؟ معقوله يا عالم في حاجه كده؟ فين العدل؟ فين المساواه؟ فين الكوره؟ فين الرياضه؟ ايه اللي بيجرى ده؟ ايه اللي بيجرى؟ ما تحسبوا الوقت وتشوفوا الوقت اللي كان بيتلعب فوق الدقيقه 95. خلاص هو حد يقدر يفتح بقه؟ مصر كلها قالت جون فبقى جون. ايه يا جماعه ده؟ حاجه تنقط، حاجه تشل، حاجه تتعب، حاجه تزهق، حاجه تخليك ما تتفرجش على كرة تاني. كلنا والله العظيم قاعدين نبعت لبعض مسجات، اقول له يا عمي واحد صاحبي يعني، تقول لا خلاص، قال لي لا لا لا. وبعدين بعتنا لبعض كلام بعد ما دي يعني هي كلمه من 3 حروف كلنا بعتناها لبعض، كلنا بعتناها لبعض، ما اقدرش اقولها على الهوا. هي كلمه من 3 حروف مصر كلها قالتها، اهلاوي وزملكاوي، 3 حروف عاليه. وفي ناس عملت حاجات تانية، انما هو في كده؟ بحق الآلهة هو في كده؟ بحق هبل هو في كده؟ في نادي بيعمل الكلام ده؟ ولا بيلعب ولا اي حاجه، وطلع كل اللعيبه ونزل كل اللعيبه، واللي ما كانش بيلعب بقاله سنين نزله، وعمل كل حاجه. كان بيلعب لعب محترم، تعبوا وبيقاسوا، انما هي مطلوبه خلاص. عارف بعد الماتش ده انت تعمل ايه؟ انت بعد كده ما تفكرش يعني انت عايز ايه. ما هو نادي عنده الحظ ده، عنده مش اراده ولا مهاره ولا عظمه. والله العظيم اسال الاهلاويه النهارده اللي كانوا في الاستاد يقولوا لك كل الكور ما بتترفعش، ما بتروحش، كله في الهوا، كله مقطوع. قول لي اللي حصل ده حصل ليه النهارده غير انه الاهلي لازم ياخد الدوري؟ انا خلاص بجد ما تقوليش ان اللي حصل النهارده عادي. هو شيء غير عادي، هو سحر، هو عمل، هو اي حاجه، انما ما تقوليش ان دي كوره. ما تقوليش انه اصل الاهلي لما غير طريقته ولعب 4-3-2-1، لما الشناوي لما قفشه اصله، ولا اي حاجه من دي خالص. مفيش اي تفسير منطقي للي حصل النهارده خالص خالص، غير ان هو كده. هو ده الاهلي، وهي دي حياتكم، وهي دي بلدكم، وخلاص بقى مش عايزين دوشه. متشكرين يا عم، خلاص فهمنا الرساله الواضحه ان الاهلي لازم ياخد الدوري. وانا لما قلت الكلام ده من كام يوم قالوا لي بقى المبالغه واوفر قوي، قلت لهم لا لا، في شيء غير طبيعي بجد بجد. لا يستحق ان ياخذ دوري، هذا فريق لا يستحق ان ياخذ دوري، انما هذا فريق يستحق ان الدوري يروح له. هذا فريق يستحق ان الدوري يمشي له. هذا فريق يستحق ان الدنيا كلها تلف عشانه.
هي دي القيمه بتاعت النادي الاهلي. انما تقول لي الفرقه كابتن عماد النحاس ولا اي حاجه ولا الهوى. على هادي، على هادي، على هادي، على هادي خالص والله. على هادي، مش هنتعصب ولا نقول اي حاجه ولا هنتضايق ولا هنعمل ولا همسح الكاميرا، ولا همسح الكاميرا ولا هعمل اي حاجه خالص. تمام، بالراحه وبهدوء، بهدوء، ريلاكس ريلاكس ريلاكس. المدرب بتاعنا اسمه ايه؟ مدرب الاهلي اسمه ايه؟ تروب، صح؟ تروب، يس تروب. هو ايه بقى يعني؟ هو في ايه يعني؟ عايزين نفهم، من حقنا كاهلاويه ان احنا نفهم في ايه. اول ربع ساعه انا ما شفتش الجون، الجون بتاع بتروجيت والله ما شفته. حد شافه يا رجاله؟ انا ما شفتهوش. شفته؟ انت شفته؟ انا ما شفتهوش. حد شافه؟ ما شفناهوش، ها؟ طب ماشي. بعد ربع ساعه، بعد اول ربع ساعه ايه اللي حصل؟ تريزيجيه بيحنكش. عارفين انتوا حنكشه كده؟ اسمها ايه لما كنا بنعك في الكتابه كده زمان والمدرس ولا الاستاذ يقول لنا ده ايه؟ مش عارف كان بيقول ايه، بتاعت فراخ، حنكشه فراخ او حاجه زي كده. بتعك عك، عك في عك في عك. زيزو ما مش عارف. بن شرقي صباح الفل يا باشا، انت مش موجود. انت مستواك غريب. انت في ماتش تبقى جامد قوي، وفي ماتشين تلاتة أربعة خمسة ستة عشرة انت مش موجود أصلا. حاجة تجنن، صح؟ انت متجنن زيي؟ ديانج اقسم بالله ده حصل. عاجبني مستواه جدا، وانا كنت شايف يعني، انا شايف الى الان ديانج من افضل اللعيبه اللي موجوده في الملعب النهارده. هو وهاني، محمد هاني، هنجيله شويه كده. ديانج جامد جدا، عجبني، عجبني قوي. لسه بقول الله يا ديانج، انت ممزجني قوي النهارده. عمل باص غلط، عمل باص غلط. افهم بقى حاجه بما اني ذكرت الباص. يا جدعان احنا اللعيبه بتاعتنا المفروض ان هم فئه عاليه، صح؟ يعني المفروض انت كنادي اهلي مدجج بالنجوم، صح؟ حصل والله ما حصلش؟ حصل، صح؟ انت مدجج بالنجوم، عندك نجوم ما شاء الله، دافع فيهم شيء وشويات، دافع فيهم رقم، دافع فيهم مبلغ. حصل يا باشا، والله حصل. قلنا تريزيجيه، قلنا زيزو، قلنا امام عاشور، امام عاشور ربنا يشفيه، قلنا بن شرقي، فاهمني؟ قلنا بالرمضان. انت قلنا صفقات جامده، قلنا هنشوف موسم خيالي، موسم مفيش بعد كده. مش مهم، اركن الموضوع ان احنا نشوف موسم مفيش بعد كده، اركنه على جنب. يعني مش عايزين، عايزين موسم عادي جدا، عايزين موسم عادي جدا بالنسبه للاهلي. موسم عادي بقى، عادي. مفيش موسم عادي، مفيش موسم اقل من العادي. هو في موسم زفت؟ هو ده الموجود يا باشا، تاخد ولا المره الجايه؟ هو ده الموجود، مفيش موسم اقل من العادي. في مواسم موسم زفت، في موسم طين، في موسم يجيب لك شلل، في موسم بضان، في موسم زفتين تلاتة أربعة 10 20. قول زفت من هنا لحد الصبح، مش هعترض، أنا مش هعترض. المفروض يا جماعة إن انتوا فئة حلوة، المفروض إن انتوا يعني لعيبة عالية. الفنيات عندكم أعلى من كل لعيبة الدوري يا سيدي، من كل لعيبة الدوري ما عدا بيراميدز والزمالك. حلو كده؟ يعني لما تقابل الزمالك او بيراميدز او المصري او الفرقه اللي هي اللي هي يعني في بدايه الجدول، في مقدمه الجدول، اوكي. هنقول متقاربين من بعض، مع انك انت برضو المفروض انت تفرق، تبقى انت اقوى منهم، بس ماشي هنقول متقاربين يا سيدي. الناس بتلعب بتروجيت، لعيبه ب 2 جنيه الا ربع، مع كامل الاحترام والله مش قصدي اقلل من حد، ولكن انت المفروض اقوى فنيا، اقوى، اقوى، انت اقوى، صح؟ المفروض انت اقوى. شفنا مش شايفين ده ليه؟ بتعملوا باص غلط يا جدعان، ليه ما بتعرفوش تباصوا؟ تاني وتالت اساسيات كرة القدم مش موجودة. الاستلام والتسلم مش موجود عندكم. أمانة ربنا محمد هاني النهارده من افضل الناس اللي موجودة في الماتش، هو وديانج وعمنا تروب يعني.
انت مين اقنعك ان طاهر مهاجم؟ مين اداك الحته ان هو راس حربه؟ مين اداك المعلومه دي؟ مين يا عادل مصطفى؟ انت اللي قايل له؟ انت طيب، طب ريحني طيب. انت لو انت قول انت عادي، مش هنشتم، مش هنشخر. لو انت قول عادي، عادي، مش هنشتمك، مش هنقل منك. بس يعني يا ريت فيما بعد يا كابتن عادل فهموا بقى الامور صح، وصلوا الامور صح. ابوس ايديك يا جدع، احنا اتشلينا، احنا اتشلينا بجد والله. وهو المدرب اصلا شكله ما عندهوش، وهو المدرب اصلا شكله زفت. مدرب من الدنمارك. يا فرحتي، مدرب من الدنمارك. هو اصلا شكله في الباي باي يا باشا. فيا جماعه ساعدوه، اللي حواليه ساعدوه. انت كابتن سيد ينجح بقى عشان يخلصنا بقى من الاشكال دي ونشوف بقى حاجات حلوه. احنا زهقنا والله. ايه ده؟ هنفضل نقول مش هنحكم عليه، مش هنحكم عليه، مش هنحكم عليه يا جدع؟ ما اللي هيبقى العينه باينه، ما هي باينه اهي، الجواب باين اهو من عنوانه يا عم. ما ترحمونا يا جدعان بقى، في ايه؟ لا، الواحد يشوف الانشاءات بتاع الاهلي، يشوف الفروع بتاع الاهلي، يشوف الاستاد اللي بيتعمل بتاع الاهلي، يشوف الحاجات الحلوه اللي بقالنا يومين تلاته بنشوفها في موضوع الانتخابات ده. يجي يشوف ماتش زي كده يتقفل من الاهلي واللي فيه. لا اله الا الله. سددنا الديون، ما عليناش ديون. يا فرحتي، مفيش دين عليه. طب شوف الفرقه طيب بتاعتنا يا كابتن خطيب يا بيبو، شوف فرقتنا عامله ازاي. طيب شوف الفرقه ضايعه ازاي، شوف الفرقه ما عندهاش بربع جنيه كوره ازاي. هنفضل مستحملين الغلط ده لحد امتى يا جدعان؟ والله العظيم بقى قرف. الواحد الاول كان بيشوف الاهلي عشان يتبسط، دلوقتي بيشوف الاهلي عشان يحزن. يعني لو انت مبسوط شويه روح اتفرج على ماتشات الاهلي. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ شوط كامل يا جدعان، ما تشوفش الا تلات اربع كور على الجول. اول ربع ساعه يا جدعان ما نروحش اصلا، ما نروحش اصلا. مش هقول لك شوطنا ما شطناش، مش هقول لك ما شطناش ولا كوره، احنا ما رحناش عشان نشوط او ما نشوطش. ما رحناش لحد هناك. في مرار اكتر من كده يا راجل بقى، يا راجل بقى بلاش قرف. سلام سلام.